بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من أراد أو أرادت الحج فيسر لهم السبل يا رب العالمين، ومن حرم ذلك فاكتب له الأجر يا بر يا رحمن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. في الأرض شيء من الجنة لا ندرك الدموع عنده وحواليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر هنا تسكب العبرات. قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعبنا. قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى. فكان إذا قرأ الحديث يبكي بكاء شديدا ويرق قلبه فمات مسلما بمكة. إنه نداء التوحيد الخالص الذي من أجله بني البيت. لبيك لا شريك لك لبيك. أي لا شريك لك في كل شيء فأنا مخلص لك. ما حججت رياء ولا سمعا. إن الحمد والنعمة لك والملك. فجميع المحامد محامد على جلب النعم ومحامد على دفع النقم. لا شريك لك. إنه نداء التوحيد بكل معانيه. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منه. قلت إنه الإخلاص وما أدرك ما الإخلاص. بيت الله الحرام. من زاره نسي مزاره وهجر دياره. من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة. لبيك اللهم لبيك. من أسوأ هذا الجمع؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر، الذي يظن أن الله لا يغفر. ما أعظم حسن ظنهم بربهم. هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. كان الشوق للوصول إلى بيت الله الحرام ملأ قلوبنا وخفف عنا آلامتنا ومخاطرنا. مات ثلاثة منا في الطريق. إن الملوك إذا شابت عبيدهم. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم اعتقوهم عتق أبرار. وأنت يا ربي أولى بذا كرما. وأنت يا ربي أولى بذا كرما. فقد شبنا في الرق فاعتقنا من النار. وقد شبنا في الرق فاعتقنا من النار. بشرى. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. بشرى. ورجل خرج غازيا في سبيل الله. فأبشروا أيها المجاهدون. ورجل خرج حاجا. فأبشروا يا حجاج بيت الله. فلما سمع الصادقون هذه الأخبار والآثار انطلقوا ملبين. أحرم أنس بن مالك من ذات عرقه فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل. حج مسروق فما نام إلا ساجدا. أحرم علي بن الحسين لما أراد أن يلبي قال ها فأغني عنه. سقط من ناقته وهشم رأسه. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لبيك اللهم لبيك. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. ما قصة هذا البيت الذي تتوجه له القلوب والأبدان في كل لحظة من اللحظات؟ ولماذا أنشئ؟ وعلى أي أساس قام؟ وما هي أخبار من سعوا وطافوا وصلوا وقاموا؟ وما هو الهدف من اجتماعهم في كل عام في أيام معلومة؟ هي أنا وإياكم نطوف ونسعى مع هذه الأخبار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بيت بنته يد التقوى وشيده أبو النبيين للأجيال يرفعه، أمجاده في كتاب الدهر حافلة، ثوب الجلال عليه الرب يخلعه، تدرعت بسياج الدين حرمته، والله من عبث الباغين يمنعه. أولاه بالحج تشريفا وتكرمة، حتى غدت موئل التقديس أربعه، وكعبة الروح بالتوحيد شاهدة، كالشمس تسطع نورا وهي منبعه. بيت خلق من الحجر وأضيف إلى الله فأصبح محط أفئدة البشر. بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره. بيت من صبر عنه فقلبه أقسى من الحجارة. حج قوم من العباد فيهم عابدة، فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فيصبرونها قائلين: الآن ترينه. فلما لاح البيت قالوا: هذا بيت ربك. فأسرعت مهرولة إلى البيت وهي تقول: بيت ربي بيت ربي، حتى وضعت جبهتها على البيت باكية، فما رفعت إلا وهي ميتة. قتلها شوقها إلى بيت ربها. الطائفون الراكعون لربهم خفقت قلوبهم وضج لسانه، تتزاحم الأقدام في ساحاته، وترق بين ظلاله الأبدان. كيف لا يحبونه وهو بيت ربهم؟ وقد أخبر الله أن فيه آيات. فيه الحجر الأسود، وما أدراك ما الحجر؟ إنه من الجنة. لا إله إلا الله. في الأرض شيء من الجنة ثم لا نشتاق إليه. لا إله إلا الله. في الأرض شيء من الجنة ثم لا نذرف الدموع عنده وحواليه. قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. وقال أيضا بأبي هو وأمي: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه، ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا، فالتفت فإذا عمر يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. قلت أنا: هنيئا للحجر، هنيئا للحجر، تلك القبلات من أطهر فم وأغلى بشر. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليبعثنه الله يوم القيامة، والله ليبعثنه الله يوم القيامة، يعني الحجر، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استقبله بحق. حديث صحيح. فيا الله، كم سكبت عند الحجر من عبرات، وكم رفعت عنده ومن حوله من طلبات ودعوات، وكم سمعت هناك من آهات وزفرات. يقول الأصمعي: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام،
وقاصدا مسجد رسوله للزيارة، فبين أنا أطوف في ليلة مقمرة إذا بشاب حسن المظهر طيب الشمائل يظهر على وجهه أثر الخير، متعلق بأستال الكعبة يبكي ويقول: إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي ومولاي. غارت النجوم ونامت العيون وعينك لا تنام يا حي يا قيوم. إن الملوك قد أغلقت أبوابها وقام عليها حراسها وحجابها، وبابك مفتوح للسائلين. جئت أسأل عفوك يا كريم، جئت أسأل صفحك يا رحيم. قال فلا زال يرددها حتى خر مغشيا عليه، فنظرت في وجهه فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. فبكيت لبكائه فخرت دمعة من عيني على وجهه، فأفاق وقال: من هذا الذي شغلني عن ذكر مولاي؟ قلت: أنا الأصمعي. فلماذا هذا الخوف والبكاء والجزع يا ابن بنت رسول الله؟ أليس الله يقول فيكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. قال: فتركته على حاله ومضيت. إنها آيات وآثار تدهش القلوب قبل العقول، حواها بيت ربي. ولولا أن يطول الحديث لذكرت لكم أخبار الركن اليماني ومقام إبراهيم والملتزم والمستجاب والحطيم والحجر وتحت الميزاب وزمزم وركضة جبريل وغير ذلك من الآيات، لكن حسبنا ما سمعنا. هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. ما قصة هذا البيت الذي تتوجه له القلوب والأبدان في كل لحظة من اللحظات؟ ولماذا أنشئ؟ وعلى أي أساس قام؟ وما هي أخبار من سعوا وطافوا وصلوا وقاموا؟ وما هو الهدف من اجتماعهم في كل عام في أيام معلومات؟ هيا أنا وإياكم نطوف ونسعى مع هذه الأخبار. بيت في الصحراء، نعم، بين الجبال المقفرة في وسط الصحراء القاحلة وتحت لهيب الشمس الحارقة. كان ذلك البيت. بدأت الحكاية لما أهبط آدم من الجنة. روى الطبراني في الكبير موقوفا ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيتا أو منزلا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي. فلما كان زمان الطوفان رفع، وكان الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، فبوأ الله لإبراهيم مكانه فبنى. وهذا معنى قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. قال ابن كثير: أي أرشدناه إليه وسلمناه له وأذنا له ببنائه. فكيف انطلق إبراهيم إلى ذلك المكان؟ انطلق رعاك الله وبارك فيك بأمر وامتحان وابتلاء من الله. حرم إبراهيم الولد، ثم رزق به وهو كبير في السن، ثم امتحنه الله وابتلاه في أعز ما أعطاه. ما أشده من موقف على الشيخ الكبير إبراهيم عليه السلام وهو يأخذ زوجه هاجر وولده الرضيع الصغير إسماعيل إلى ذلك المكان الذي اختاره الله. كيف كان قلب إبراهيم عليه السلام وهو يودع الطفل وأمه وهما تحت لهيب الشمس الحارقة، وهو على ثقة ويقين وتوكل على الله؟
لم تكن الأم تعلم أنها ستترك في ذلك المكان الخالي من الزرع والماء، بل لا أثر فيه للحياة. تنادي الأب والزوج قائلة: كيف ستتركنا في هذا المكان؟ ولمن تتركنا؟ فلا يجيبها، وقلبه يتقطع ألما من شدة الفراق ولوعته. تكرر هاجر الرجاء والنداء فلا يجيبها، فليس عنده جواب. ثم تقول له في الثالثة: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك أن تتركنا في هذا المكان؟ فيجيب الأب الحنون والزوج المشفق عليه السلام: أن نعم، إنه أمر من الله. فلما علمت أنه أمر من الله سلمت وأذعنت وقالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. حفظت الله فحفظها، أطاعت الله فأثابها، وثقت بالله فما خاب فيه رجاؤها، توكلت على الله فكان حسبها. ثم ينطلق إبراهيم عليه السلام راجعا، حتى إذا غابت الأم ووليدها عن ناظريه استقبل البيت ورفع يديه مناجيا ربه ومتضرعا إليه وقائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما أجمل الدعاء، ما أجمل الدعاء، لأنه الافتقار والمسكنة إلى الله. إنه طلب تفريج الهموم وكشف الغموم وقضاء الحاجات. الدعاء حقيقة العبودية لله بطلب جلب النفع ودفع المضرة، ومن يملك هذا إلا الله. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت ووجدت بابك واسعا لا يوصد. دعا إبراهيم عليه السلام فاستجاب الله له هذا الدعاء. فماذا حدث بعد ذهاب إبراهيم عليه السلام؟ اسمع واسمعي رعاكم الله. كان قد ترك مع الأم والولد جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، فعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى بين يديها وهي لا تستطيع أن تفعل له شيئا، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو على تلك الحال. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى من أحد، فلا ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهد حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليه فنظرت هل ترى من أحد، فلا ترى أحدا. فعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، أي اسكتي، تخاطب نفسها. ثم سمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواب. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فانطلقت إليه فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف منه. قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي ظاهرا جاريا على وجه الأرض. قال فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فأنتم في بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. خرج الماء ودبت الحياة، فلقد قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. مرت رفقة من جرهم فوجدوا الماء وأقاموا هناك، وكبر وترعرع إسماعيل
وكان إبراهيم يتعاهد زوجه وولده بالزيارة من حين إلى حين، حتى جاءه الأمر ببناء البيت، فجاء مكة وأخبر ابنه بالأمر، فقال اصنع ما أمرك ربك وأنا أعينك على ذلك. فأشار إبراهيم إلى مكان الكعبة وقال إن الله أمرني أن أبني هاهنا. وبدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالبناء، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد إذا قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يبكي ويقول يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك، تعمل أفضل عمل وتخاف أن لا يتقبل منك. قلت إنه الإخلاص، وما أدرك ما الإخلاص، ما أجمله من منظر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مشهد حاضر لا رؤيا خيال. فلما تم البنيان أمر الله الخليل بالأذان. عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فإن ربكم قد اتخذ بيتا وأمركم أن تحجوه. قال فسمعه ما بين السماء والأرض أفلا ترون الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون لبيك اللهم لبيك. أذن إبراهيم واستجاب الموحدون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه نداء التوحيد الخالص الذي من أجله بني البيت. تأمل معي وتأملي معي معاني التوحيد في هذه العبارات الخالدة. لبيك اللهم لبيك أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، لبيك يا الله. ولبيك الثانية تكرار وتأكيد أني مجيب لك مقيم على طاعتك لا إله إلا أنت. لبيك لا شريك لك لبيك أي لا شريك لك في كل شيء، وليس في التلبية فقط. لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في كل ما تختص به. فأنا مخلص لك، ما حججت رياء ولا سمعة ولا لمال ولا لغير ذلك، إنما حججت ولبيت لك فقط. لا إله إلا أنت. إن الحمد والنعمة لك والملك. والحمد مبني على المحبة والتعظيم، فالحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا أحد يستحق هذا على وجه الكمال إلا الله، فلا إله إلا الله. فجميع المحامد لك، محامد على جلب النعم ومحامد على دفع النقم. فلك الفضل، فأنت صاحب الفضل وأنت المستحق للفضل. ثم تأكيد وتأكيد بأن الملك لك والحمد لك والنعمة لك لا شريك لك. إنه نداء التوحيد بكل معانيه. وإن الأمر كما قال جابر في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما استوى على ناقته أهل بالتوحيد. ثم اسمع واسمعي وتأمل وتأملي معاني التوحيد في كل مناسك الحج ومواقفه. إنه التوحيد يوم يبدأ الحاج الطواف قائلا وهو يشير إلى البيت بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إنه التوحيد يوم يقف الحاج خلف المقام بعد الطواف ليصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعلن الموحد رفضه لأي عبودية سوى الله. ثم يجدد الولاء في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، التي تتضمن التوحيد الخالص لله عز وجل. إنه التوحيد يوم أن يلقى الصفا قائلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يردد في دعائه الحمد لله وحده أنجز وعده وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. إنه التوحيد يوم يردد الحاج في يوم عرفة خير الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم خير ما جئت به أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إنه التوحيد يوم يطلع التكبير الله أكبر الله أكبر
في صباح يوم النحر ورمي الجمرات إعلانا الانتصار للتوحيد من النفس والهوى والشيطان والاستجابة لأوامر الله. معاني يعجز اللسان والفم عن تفسيرها. إنه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بكل معانيه، في كل موقف، في كل مشعر. فما أجله وأروعه من منظر ذلك الاجتماع في تلك الديار، والأروع منه قلوب المسلمين معهم في كل مكان تعلن الوحدة والترابط مهما كانت الظروف والأحوال، والكل يردد لبيك حقا وصدقا تعبدا ورقا. فمن أجل التوحيد وعلى قواعده رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا. بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا. علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا. وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. يا أرض النور من الحرمين ويا ميلاد شريعتنا. روض الإسلام ودوحته في أرض رواها دمنا. ومحمد كان أمير الركب يقود الفوز لنصرتنا. إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا. من هناك انطلق محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويضحي هو وأصحابه من أجل التوحيد. ومن هناك ومن تلك المشاعر والبقاع ودع محمد صلى الله عليه وسلم أمته وهو يردد معهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كانت حجة الوداع أول حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وآخر حجة في حياته، ولذا سميت بحجة الوداع. ودع فيها المسلمين وهو يقول لهم خذوا عني مناسككم. فهو سيد المرسلين ومعلم التوحيد الذي ورثه من الأنبياء قبله. ثم بين لهم الحقيقة التي لا بد منها، وهي أن مصير كل إنسان كائن كان هو الموت. فيقول لتلك الجموع التي التفت من حوله لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا أحج معكم بعد عامي هذا. ثم يتنزل عليه في عشية عرفة قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله عنه عند نزولها، فقيل ما الذي يبكيك؟ قال وهل بعد التمام إلا النقصان؟ ثم في أواسط أيام التشريق تنزل عليه قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم العارفون من الصحابة أن منيته صلى الله عليه وسلم قد اقتربت، وأن نفسه قد دعيت إليه، وأنه يودع أمته. أطلق للأمة في تلك الأيام وصايا وثوابت ومسلمات ليتنا تدارسناها من حين إلى حين. من تلك العبارات والكلمات قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فأين الأمة اليوم من هذا الدرس العظيم وقد تفرقت واختلفت بين قومية ووطنية قتلتها العصبية القبلية والعادات الجاهلية. إن التفاخر بالأنساب والألوان والأجناس باطل، لأن الكل لآدم وآدم من تراب. ألا تراهم في الحج بلباس واحد وبنداء واحد؟ أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يا أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا. إنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. فأين دعاة التحرر والمطالبون بحقوق المرأة عن هذه الكلمات والعبارات؟ أين أنت حتى تعرفي قدرك وقيمتك في هذا الدين؟ فأنت عزيزة مكرمة. ودع نبي الأمة في تلك المواقف والمشاعر بعد أن وصى الحاضر بتبليغ الغائب. أتم الله به الدين وأقام به الملة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. نسينا في ودادكم كل غالي فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. تسلى الناس في الدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا. ولما نلقكم ولكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا. سأسوق إليكم بعضا من الأحاديث التي شوقنا بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج إلى بيت الله الحرام. فقال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولما سألته عائشة قائلة: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لها: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة في ضمان الله عز وجل، أي في حفظه ورعايته: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله فأبشروا يا عمار المساجد، ورجل خرج غازيا في سبيل الله فأبشروا أيها المجاهدون، ورجل خرج حاجا فأبشروا يا حجاج بيت الله. فلما سمع الصادقون هذه الأخبار والآثار انطلقوا ملبين مجيبين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإليك بعضا من أخبار الملبين والمشتاقين. قال الجريري: أحرم أنس بن مالك من ذات عرق فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل. فقال: يا ابن أخي، هذا هو الإحرام، هذا هو الإحرام. فكيف لو رأى اشتغال الحجيج اليوم بالقيل والقال وكثرة السؤال، بل تدخين وغناء في أحب البقاع إلى الله. حج مسروق فما نام إلا ساجدا لله ذرهم، عرفوا قيمة الزمان وحرمة المكان. ووقف مطرف بن الشخير وبكر بن عبد الله المزني في عرفة، فقال أحدهما: ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم. اصطدم رجل بسالم بن عبد الله بن عمر فقال له الرجل: ما أراك إلا رجل سوء. فقال سالم: والله ما عرفني إلا أنت. فأين الذين يزكون أنفسهم؟ أما الأوزاعي الذي كان بعلم الله واعي فقد قال عنه ضمرة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي سنة 50 و100 فما رأيته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى الجدار. وروى سليمان بن أيوب: سمعت سفيان بن عيينة يقول: شهدت 80 موقفا في عرفة، وكان في كل موقف يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد منك وببيتك، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد منك وببيتك. فوقف مرة ولم يقل ذلك، فقيل له: لم لم تقل؟ قال: استحييت من ربي فمات من سنة. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. قال مالك: أحرم علي بن الحسين فلما أراد أن يلبي قال: ها فأغمي عليه، وسقط من ناقته وهشم رأسه. لله ضرهم، كم امتلأت قلوبهم خشية ورهبة من ربهم. لسان حالهم: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحي إن صرت عبدا مواليا. أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يفو لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوب ملبي. وإليك مزيد من الأخبار. تقول الأخبار عن الحافظ البرزالي صاحب التاريخ والمعجم الكبير أنه إذا قرأ الحديث ومر به حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم،
فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغطوا رأسه وكفنوه بإحرامه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فكان إذا قرأ الحديث يبكي بكاء شديدا ويرق قلبه، فمات محرما في مكة. فمات محرما في مكة رحمه الله. روح دعاها للوصال حبيبها فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. أقول: قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسه. قولوا لمن لم يكن صادقا لا يتعنى ولا يتعب نفسه. ألف ابن القيم رحمه الله كتابه مفتاح دار السعادة بمكة. يقول في مقدمة الكتاب: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته، وإلقائي نفسي ببابه مسكينا دليلا، وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا. فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله، وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أما أخبارهم في عرفات وما أدراك ما عرفات، فقد جاء في الحديث: إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيباهي بأهل الموقف ملائكة السماء يقول: يا ملائكتي انظروا عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: أنت أعلم بما جاءوا إليه، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فيا الله ما أجله وأعظمه من موقف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يعني يوم عرفة: يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله مغفورا لكم. فسبحان الله كم ترفع في ذلك اليوم من الدعوات، وكم ترفع فيه من الطلبات، وكم تغفر فيه من الذنوب والزلات، وكم تسكب فيه من الدموع والعبرات، فلا تختلط عليه سبحانه الطلبات واللهجات. فلله ذلك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم. كان حزام بن حكيم رضي الله عنه يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة ومعه 100 رقبة، فيعتق رقيقه وعبيده، فيضج الناس بالبكاء والدعاء، يقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا ربي أولى بذا كرما، فقد شبنا في الرق فأعتقنا من النار. قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فقلت له: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر الذنوب.
قلت: من أسوأ هذا الجمع؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. ما أعظم حسن ظنهم بربهم وهو أرحم الراحمين. وقف أحد الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له: لما لا تدعو؟ فسكت. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. وكان أبو عبيدة الخواف إذا غلب عليه الشوق والغلق في ذلك الموقف قال: وشوقاه إلى من يراني ولا أراه. فهنيئا لمن رزقه الله الوقوف بعرفة بجوار قوم يشعرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأغلقه، وكم فيهم من محب ألهبه الشوق وأحرقه، وكم فيهم من تائب نصح لله في التوبة والصدقة، وكم فيهم من هارب لجأ إلى باب الله وطرقه، وكم فيهم من مستوجب للنار أنقذه الله فأعتقه، وكم فيهم من أسير للأوزار فكه الله وأطلقه، وكم فيهم من راجل أحسن الظن بالله فوفقه. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمي من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. هو الرفيع فلا الأبصار تدركه، سبحانه من مليك نافذ القدر. سبحان من هو أنسي إذا خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي، من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري. هذه بعض أخبار الملبين والمشتاقين الأولين. أما من أخبار المتأخرين فإليكم من أجمل وأروع ما قرأ قصة يرويها شيخ كبير قد تجاوز 80 من عمره، اسمه الحاج عثمان. وكلمة الحاج تطلق على من حج بيت الله الحرام. زاره أحد الصحابي ليسمع ويروي عنه قصة حجه التي حجها قبل 50 سنة. إنه من جمهورية غامبيا في أقصى الغرب الأفريقي، يسكن في منزل متواضع في قرية صغيرة حول العاصمة بانغول، ولعله قد مات الآن. خرج ماشيا مع 4 من صحبه يريدون مكة، قاطعين قارة أفريقيا من غربها إلى شرقها على أقدامهم، حتى إذا وصلوا إلى البحر الأحمر ركبوا السفينة إلى جدة. استمرت الرحلة أكثر من 2 سنين، ينزلون خلالها في بعض المدن للتكسب والراحة والتزود من النفقة، ثم يواصلون المسير. قيل له: أليس الحج فرض على المستطيع وأنتم حينها غير مستطيعين؟ قال: نعم، ولكننا تذاكرنا ذات يوم قصة إبراهيم الخليل عليه السلام عندما ذهب بأهله إلى واد غير ذي زرع وهو شيخ كبير. فقال أحدنا: نحن الآن شباب، قبل 50 سنة، نحن الآن شباب أصحاء أقوياء، فما عذرنا عند الله، ما عذرنا عند الله تعالى إن نحن قصرنا في المسير إلى بيته الحرام، خاصة أن الأيام لن تزيدنا إلا ضعفا، فلماذا التأخير؟ قال: فهيجنا وشوقنا واستحثنا على المسير، فاستعنا بالله على ذلك. خرج الشباب 5 من دورهم وليس معهم إلا قوت لا يكفيهم حتى لأيام. خرجوا والدافع من خروجهم إجابة الأذان الذي أطلقه إبراهيم عبر السنين. أصابهم في طريقهم من المشقة والضيق والكرب ما الله به عليم. فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا يهلكون، وكم من ليلة طاردتهم السباع في الغابات وفارقهم لذيذ المنام، وكم من ليلة أحاط بهم الخوف من كل مكان، فقطاع الطرق يعترضون المسافرين في كل واد وفي كل مكان. رب ليل بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. يقول الحاج عثمان: توقفنا للمبيت ليلة قريبا من إحدى الغابات، فلدغتني حية وبدأ سمها يسري في جسمي، وأصابتني حمى شديدة وألم عظيم، وشممت رائحة الموت تسري في عروقي. فكان أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكث تحت ظل الشجرة إلى أن يأتوا آخر النهار، وكان الشيطان يوسوس لي: أما كان الأولى أن تبقى في أرضك بدل أن تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ألم يفرض الله الحج على المستطيع فقط؟
قال فأثرت هذه الوساوس في نفسي وبدأت أثقل وأضعف وكنت أرجع إلى أرضي وداري. فلما جاء أصحابي نظر أحدهم إلى وجهي وسألني عن حالي، فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني فكأنه أحس بما فيني، فقال قم فتوضأ وصلي ولن تجد إلا خيرا بإذن الله. أما قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. قال فقمت فتوضأت وصليت فانشرح صدري وأذهب الله عني الحزن. يقول كان الشوق للوصول إلى بيت الله الحرام قد ملأ قلوبنا وخفف عنا آلام السفر ومشاق الطريق ومخاطره. مات ثلاثة منا في الطريق كان آخرهم لما ركبنا السفينة إلى جدة قال لنا في وصيته إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فأخبر الله تعالى أني مشتاق للقائه. إذا وصلتما إلى بيت الله الحرام فأخبر الله أنني في شوق للقائه، واسألاه أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحاج إبراهيم لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وغم عظيم، وكان ذلك أشد ما لاقيت في رحلتي، فقد كان أكثرنا صبرا وقوة. خشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام، فكنت أحسب الأيام والساعات على أحر من الجمر. إذا برقت نحو الحجاز سحابة دعا الشوق مني برقها المتطامن. فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى بيت الله الحرام، فأوصيت صاحبي أنني إذا مت أن يكفنني في إحرامي ويقربني قدر المستطاع إلى مكة، عل الله أن يضاعف لي الأجر ويتقبلني في الصالحين. فيوشك أن يحول الموت بيني وبين جوار بيتك والطواف، فكم من سائل لك ربي رغبا ورهبا بين منتعل وحاف، أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقون المقلبة والطواف. مكثنا في جدة أيام حتى خف عني المرض، ثم واصلنا المسير على الأقدام. كانت أنفاسي تتسارع والفرح يملأ وجهي والشوق يهزني ويشدني، إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام. فسكت الحاج وهو يروي القصة، سكت الحاج عثمان وأخذ يكفف عبراته وهو يتذكر تلك الذكريات، ثم واصل الحديث قائلا أقسم بالله العظيم أني لم أرى وأشعر بلذة في حياتي كتلك التي ملأت قلبي لما رأيت الكعبة المشرفة. يقول فلما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال، فما أشرفه من بيت وأعظمه من مكان. ثم تذكرت أصحابي الذين ماتوا في الطريق ولم يصلوا، فأخذت أدعو لهم وحمدت الله أن بلغني الوصول، وسألت الله ألا يحرمني ولا يحرمهم الأجر، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يقول فمكثنا في مكة إلى موسم الحج، فحججنا ثم رجعنا إلى بلادنا بعد أن استمرت رحلتنا أكثر من سنتين. وها أنا الآن أقص لكم خبر تلك الرحلة التي مضى عليها أكثر من 50 سنة. الله أكبر. سمعوا منادي الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وسمعوا منادي الله يناديهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فخرجوا مسرعين وهم يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناداهم منادي الله قائلا يا غافلا عني أنا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي أنا ألقى الطائف والساعي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المحل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يظلون بالبيداء لبيك ربنا
لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم، وغبرا وهم فيها أسروا وأنعموا. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والتنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا. نقرأ ونسمع عن أولئك الذين بذلوا كل غال ونفيس للوصول إلى بيت الله الحرام. ثم نرى من حال كثير من المسلمين اليوم ممن تحققت فيهم الشروط الشرعية الموجبة لحج بيت الله الحرام، ومع ذلك يسوفون ويتباطؤون. ألا فليتذكر أولئك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعوض الحاجة. أتدري من المحروم؟ اسمع واسمعي بارك الله فيكم. عن أبي سعيد يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. تأمل في قوله لا يفد إلي، ولم يقل إلى بيتي، فالحج هو الرحلة إلى الله، فكيف لا يكون محروما من لا يرحل إلى الله؟ لبيك إن الحمد لك، كل نبي وملك وكل عبد سألك. لبيك إن الحمد والملك لا شريك فيه لك، وكل من أهل لك سبح أو لبى فلك، والملك لا شريك فيه لك. اللهم ها هم ضيوفك بين يديك، وفدوا إليك شعثا غبرا، وقفوا وقوف الراجين، ونفروا نفور المؤمنين، وباتوا مبيت الخاشعين، وضحوا تضحية الشاكرين، ورموا رمي المعاهدين، وتحللوا تحلل المبتهجين، وطافوا طواف المودعين. فتقبل منهم ربنا، فأنت وحدك الغفور البر الرحيم. اللهم اجعل حجنا وحجهم مبرورا، وسعينا وسعيهم مشكورا، وذنبهم وذنبنا مغفورا. اللهم من أراد أو أرادت الحج فيسر لهم السبل يا رب العالمين، ومن حرم ذلك فاكتب له الأجر يا بر يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا بر يا رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، صن أعراضهم، واحقن دماءهم، وفك أسرانا وأسراهم، وثبت حجتهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدوهم، إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.